اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ طبعا حيرة كل يوم هناكل ايه مع الشاي الصبح؟ بتجيبي البسكوت بقى غالي جدا. ايه رأيك تعالي نوفر كده ونعمل كيلو كده من القرص ده، وده اكتر طبعا من كيلو. القرص بقت غالية جدا بره. تعالي نسمي الله وتصلي على الحبيب وتحطي اللايك بتاعي يا بطة يا وزة يا حلوة انتي وهي، ونعمل شوية قرص مش هياخدوا في ايدك بالظبط كده نص ساعة، ومش هياخدوا معاكي في الفرن ربع ساعة، وهتاكلي احلى قرص. صلي على الحبيب وتعالي معايا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده دورك في شوية مية كده دافيين، نزلنا فيه بكيس من الخميرة، وعشان محدش يقول لي الخميرة اللي انا استعملتها اهي وجايباها من عند مطير. وهنحط عليهم معلقتين من السكر العادي بتاعنا بتاع الشاي، وهنقلبوهم وهنسيبه بقى الخميرة كده على جنب، نغطوها ونسيبها تخمر. هنا بقى كده بسم الله معايا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات، ومعايا ايه 3 معالق سمسم، معلقة كبيرة من اليانسون، ومعلقة كبيرة من الشمر. وطبعا اليانسون والشمر ده احنا على طول بنجيبهم نغسلوهم ولما ينشفوا نشيلوه. هنا بقى كده صلي على الحبيب علشان خاطر قلبك يطيب. كوباية من الزيت وكوباية من السمنة. قد ايه الكوباية؟ مج الشاي العادي بتاعك اللي بتشربي فيه الشاي. وهنحطهم على النار يا دوبك بس يسخنوا شوية، ما قلتش يقدحوا، قلت يسخنوا شوية، وهننزل بيهم على الدقيق بتاعنا ونبتدي ندخلهم في الدقيق كويس جدا جدا. في الاول كده هقلب بالمعلقة، وبعد كده طبعا انتوا عارفين هشتغل بايديا، لان الحاجات دي بجد بجد متعتها في انك لما بتشتغلي بايديكي زي زمان بالظبط، بتشمي كده ريحة زمان وروايح زمان كده لما بتسمي الله كده وتشتغلي بايدك، بجد الحاجة بتطلع مظبوطة. بصوا بتبقى روعة سبحان الله. دايما يعني الحاجة اللي انت بتشتغليها بايدك بتطلع بجد 10 على 10. سميت الله بقى وابتديت ان انا هدخل الإدام كله او السمنة والزيت كله في الدقيق بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كده نسمي الله. ادي الخميرة بتاعتنا اللهم بارك اختمرت كويس، هننزلها على العجين بتاعنا ونبتدي ندخل الخميرة في العجين بتاعنا. طيب هتعجني بايه؟ انا مش هعجن بلبن، انا هعجن بميه دافيه عاديه خالص. سخنت شويه ميه على البوتاجاز ودفتهم كده زي دمع العين، وهبتدي ان انا اخدهم وهعجن بيهم، بس ندخل الخميره كويس في الدقيق. هنا بقى كده بسم الله جبنا الميه الدافيه بتاعتنا، وهنبتدي ننزل بشويه شويه. طبعا من نوع دقيق لاخر بتختلف. في دقيق بيشرب مثلا كوبايه وربع من الميه، في دقيق ممكن يشرب نص كوبايه ميه، في دقيق يشرب كوبايه الا ربع. انا هنا بالظبط استخدمت بالظبط كده كوبايه ميه دافيه، ربع كان مع الخميره وتلات ارباع اللي انا اشتغلت بيها زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه نوع الدقيق، نوع الخميره، الحاجات دي بتفرق معاكي طبعا كتير جدا جدا. في لما تكوني بتعملي مخبوزات او بتعجني مثلا شويه قرص شويه كحك، بتفرق معاكي، بتودي الحاجه في حته تانية خالص. تمام. بصوا انا حطيت شويه صغيرين كده من الميه، وما تحطيش ميه كتير مره واحده، لا تحطي حبه حبه لحد ما تحسي ان العجينه لمت معاكي وبقت معاكي تمام. انا هنا حسيت ان العجينه محتاجه شويه كمان من الميه، هنزل بشويه صغيرين كده من الميه، وهلم بقى بيهم العجينه بتاعتي واحده واحده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا ما اخدتش ميه تاني، هي كوبايه ميه واحده. هنا بقى كده ادي العجينه اتلمت معانا، بصي طريه جدا عامله زي الملبن كده في ايديكي، حاجه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزه تعرفيها بقى ناجحه معاكي لما تعملي لها الكوره كده وتيجي تبططيها ما تشققش كده، هي مش محتاجه اي حاجه منك نهائيا. المقادير دي مقادير مظبوطه تقدري ان انت تمشي عليها، هتطلع معاكي الحاجه مظبوطه مية مية. طبعا الجو حر فالعجينه هتخمر بسرعه، غير الشتاء العجينه بتخمر ببطء. هنا الجو حر فهسيبها بتاع نص ساعه، مع اني سبتها اكتر من نص ساعه والله. هنا بقى كان عندي ضيوف وطبعا اخدوا وقت طويل شويه معايا، فسبتها بقى خمرت زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك. بصوا بسم الله ما شاء الله، حلوه جدا جدا. بصوا طريه وهشه وحاجه خفيفه قوي قوي قوي. طبعا التشكيل ده راجع ليكي بكوبايه بقطاعه بطبق صغير، بغطا برطمان، المتوفر عندك اشتغلي بيه. وطبعا طول ما العجينه طريه في ايدك وحلوه في ايدك، بصي بتبقى سهله ان انت تشكليها اي شكل انت عايزاه. عايزه تعمليها بقى منين صغير مفيش مشكله اي حاجه. بصوا هنا بقى سميت الله وصليت على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وابتديت افرد العجينه، قلت ارجعها لكم ورا كده شويه علشان خاطر تشوفوها اهي. بصي طول ما العجينه ناجحه معاكي، طول ما هي يعني بتتفرد معاكي بسرعه، مفيش اي كلام.
اهو بالشكل ده. انا عندي طبعا القطاعه دي بقى لها كام سنه عندي، بحب اعمل بيها القرص عشان بتطلعها صغيره كده، وانا بحب بصراحه القرصه تبقى صغيره. اهو زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك. حاجه سهله وبسيطه وما خدتش والله العظيم وقت معايا خالص نهائيا. بس انت عشان الجو حر هتحسي ان هي بتاخد وقت. وادي السمك بتاعها، السمك ده حلو لان هي لسه هتخمر تاني في الصينيه عبال ما نخلص الكميه كلها. هنا بقى كده بصوا عملت اسطوانه كده زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي ان احنا نبططها كده، وهنعملها منين صغير. الولاد عندي بيحبوه، فانا قلت هعمل لهم كام واحده بس كده منين صغير. بصي وانتي بتقطعي المنين هقولك على حاجه، انا تقطعيها على طول، ما تاخديش ايدك رايح جاي، لان لو خدتي ايدك رايح جاي هيطلع لها زوايد. هوريكوا قصدي ايه. يعني احنا كده بصي اهو، هنا كده بنقطع على طول زي ما انتوا شايفين كده اهو. شفتوا رايح جاي دي اهي، رايح جاي دي بتطلع ساعات زوايد للعجين، انما لما تشديها مره واحده كده مش هتطلع لك اي حاجه خالص. وبصوا المنينيه حلوه ازاي، حاجه بسم الله ما شاء الله. بصوا يعني حجمها هو كده، الحجم ده حلو جدا جدا. هنا بقى بعد ما دخلتهم الفرن وطلعتهم، حابه اقولك على حاجه، السوا بيبقى على نار متوسطه عادي، بتحطي على الشبكه وفوق الشبكه عادي مفيش اي مشكله. بتسيبيه قبل ما تدخليهم الفرن بس كده بتشكشكيهم كده بالشوكه من النص كده، علشان خاطر النار تخش طبعا في النص ويستووا. الشكشكه دي علشان تسوي النص بتاعهم. وزي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك، حلوين جدا. وحاجه بصوا سهله. وعايزه اقول لكم بقى اليانسون مع الشمر مع حبه السمسم عاملين بجد حاجه تحفه، عاملين عظمه. بصوا حاجه بسم الله ما شاء الله، بجد بجد طعمهم حلو جدا. يعني عملنا بصراحه كوبايتين شاي ساده كده وكل واحد اخد واحده، بجد حلوين قوي قوي. طريقتهم سهله وبسيطه، وهتوفري بقى ايه لمده 3 ايام ولا يومين. ما تجيبيش بسكوت، اعملي كده وسمي الله. بجد توفير، لان علبه البسكوت بجد بقت غاليه. باكل بسكوت دلوقتي بقى ب7 جنيه او ب8 جنيه. فطبعا بيختلف من سعر بسكوت لبسكوت، يعني على حسب ما انت بتحبي ايه. بس دول احسن لك بكتير. مره نعمل قرصتين، مره نعمل بسكوتين، مره نعمل بطفورتين. يعني كل كام يوم كده نعمل حاجه هتطلع معاكي الحاجه كده طول ما النيه صافيه وبتسمي الله وبتصلي على الحبيب. بجد الحاجه بتطلع معانا تحفه التحفه. والكميه طبعا زي ما انتوا شايفين كده، انت لو هتروحي تجيبي الكميه دول هيوزنهم لك هيطلعوا حوالي مثلا كيلو ونص، 2 كيلو الا ربع. يبقى انت كده وفرتي. بجد طعمهم حلو. يا رب الطريقه والفكره تكون عجبتكم، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، واقول لكم السلام عليكم.